رامز جلال كل سنة بيتفنن في برنامجه وبيطلع أفكار بره الصندوق، لكن اللي عمله السنة دي لا كان يخطر على البال ولا على الخاطر. أغلب ما قلبه السنة دي ضد الفنانين المنفصلين، وبيحاول ياخد حقهم من تحت لتحت. حلقاته لحد دلوقتي ضرب نار. الجمهور اتفاعل بشكل كبير مع برنامجه رامز إيلون مصر، وفي اللي علق وقال رامز مجمع الإكسات. البرنامج اتصدر الترند على السوشيال ميديا، خصوصاً بعد ما استضاف بسمة بوسيل وأحمد فهمي وأحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين، ومحدش فاهم دماغه رايحة لإيه. يا ترى بيحاول يصالحهم على بعض عشان هو بيحب أصحابه قوي زي ما بيقول، ولا عاوز يرجع لهم حقهم، ولا إيه الحكاية؟ الأغرب من كده الأسئلة الغير متوقعة اللي كان بيوجهها لهم خلال الحلقة، زي ما عمل مع الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة نجم الجيل تامر حسني. ومن أسئلته ليها الجمهور عرف إن هي اللي طلبت الطلاق زي ما قالت، ومش ناوية ترجع لتامر ولا حتى ناوية تتجوز تاني، وشكلها كده جات لها عقدة من الرجالة زي ما رواد السوشيال بيقولوا. وواضح إن المقلب كان تقيل على حسام حبيب، خصوصاً إن رامز في بداية الحلقة قال حقك هيرجع لك يا شيرين، وهخلي شيرين تقول رامز رد لاعتباري، لدرجة إنه سأل حسام سؤال في الجون وهو في المقلب، واعترف على الهوا إنه دمر مستقبل شيرين عبد الوهاب الفني. أما بقى أحمد فهمي حلف بالعظيم إن هو اللي طلب الطلاق من هنا الزاهد، على الرغم إنها أكدت بعد انفصالهم إن الطلاق كان بناء على رغبتها، ومحدش فاهم الحقيقة فين، ولا حد فاهم حاجة. أما بقى حلقة أحمد العوضي حكايتها حكاية. كان ضيف أول حلقة في البرنامج اللي كان مفاجأة لكل اللي شافه، وخلال الحلقة فاجئ جمهوره بخبر جوازه بعد رمضان، لكن ما حكاش أي تفاصيل عن سعادة الحظ اللي خطفت قلبه بعد وحش الكون. الجمهور استغرب إنه قدر يعمل موف أون بسرعة كده، خصوصاً إن كان بينهم قصة حب كبيرة جدا. حتى لما رامز سأله لسه بتحب ياسمين عبد العزيز مرضيش يرد والتزم الصمت، على عكس ما كان بيحصل لما بيطلع في أي برنامج وبيعبر عن حبه ليها. حتى وقت وفاة باباها كان في ظهرها. ومن وقت الحلقة لحد دلوقتي جمهور العوضي بيحاول يدور على هوية البنت اللي هتدخل معاه القفص الذهبي بعد رمضان. مش دول بس نجوم الفن المنفصلين اللي استضافهم رامز، عندك كمان جميلة الجميلات ريم مصطفى اللي صرحت خلال الحلقة إنها منفصلة وعندها ولد وبنت. قالت لرامز عندك عريس ليا بس يكون طويل وغني. يا ترى رامز ناوي يعمل المقلب في مين تاني من المشاهير المنفصلين؟ وإيه أكتر حلقة عجبتك في رامز إيلون مصر؟ شاركونا في التعليقات.